يا صباح الفل، هنعمل مع بعض النهارده طريقة جلاش بالجبنة. مش عايزة أقول لكم بقى على الطعم والروعة والجمال، بجد أنتم هتشوفوا دلوقتي والشكل بيتكلم عن نفسه. حاجة كده بجد أكنه فطير مشلتت، أكنه فطير مشلتت بالضبط. هنعرف مع بعض النهارده حشوة بسيطة وبجد تطلّع معاكِ الجلاش طعم روعة جدًا، وهنعرف مع بعض إيه سر التوريقة الحلوة دي، إن هو أكنه بجد فطير من جوّه، فطير مشلتت مع صوص كده هنضيف معاه مع التشريبة معلقة كده هتنقل لِك الجلاش في حتة تانية خالص، تخلّيه طري من جوّه كده زي الفطير المشلتت ومن برّه مقرمش شايفين الضهر كده بيتكلم عن نفسه. ناخد بقى قطمة كده عشان ندوق، لازم أدوق طبعًا عشان إيه، أوصف لكم. شايفين مع أول قطمة بجد تحفة جدًا. يالّا نسمّي الله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا إيه. أول حاجة معايا هنا استخدمت لفة جلاش اللي هي نُص كيلو، اللي هي من عند الفطاطري عادي جدًا. طبعًا يُفضّل إن أنتِ تغطّيها بفوطة كده وناخد منها واحدة، واحدة عشان الجلاش ما ينشفش معاكِ. نحضّر مع بعض طبعًا ال الت ال السمنة بتاعتنا. أنا مستخدمة هنا زبدة على سمنة، وكمان ضِفت شوية زيت صغيّرين. الزيت على فكرة بيدّي له قرمشة خفيفة كده وبسيطة حلوة جدًا. هتجيبي بقى الصينية معاكِ مربّعة، مدوّرة، ما فيش مشكلة خالص. ندهنها طبعًا كويس ونعمل مع بعض حشوة لذيذة جدًا. كان عندي هنا جبنة فيتا استخدمت منها معلقتين، وكمان معلقتين من الجبنة الكريمي جبنة كيري سايحة باشتريها كده من السوبر ماركت، بتبقى حلوة جدًا ورخيصة ومش سعرها مش غالي خالص. وكمان كان عندي هنا جبنة رومي كده 3 قطع فقطعتهم كده، وكمان طماطماية شايلة منها القلب بتاعها، يعني ما فيهاش أي بذر خالص، شايلة القلب واستخدمتها، وقرن فلفل كده حامي وتقلبيهم مع بعض. بُصّي بقى، أول حاجة حطيت رقين، ويُفضّل طبعًا إن إحنا هنحط رقين، رقين عشان بس ما يبقاش مسمّن بزيادة. فهو هندهن بين كل ورقتين، هنورّق بين كل ورقتين. أدي هنا برضه نفس الحكاية. عايزة أقول لِك بقى إن أنا قاصّة الطروف على قد الصينية المدوّرة، بس برضه مش هارمي الطروف دي، أنا هاحطها في النُص وهتشوفيني دلوقتي وأنا باحطها في النُص معاكِ. ندهن بقى بين كل ورقتين، بلاش ورقة وورقة عشان ما يبقاش تقيل. تمام، شايفين بقى القصاقيص ديّة اللي أنا قصيتها على قد الصينية، باحطها في النُص. حطيها في النُص كده يعني اعملي رَاق بيها، اعملي رَاق كامل بيها. بس كده عشان يطلع متساوي معاكِ ويبقى زي الفل. وبين كل ورقتين ندهن كويس علشان طبعًا ما نكترش أوي عشان ما يطلعش سمنة بزيادة. أول ما آجي لنُص اللفة معايا، حطيت الحشوة بتاعتي وما دهنتهاش بأي حاجة لإن الجبنة بتنزّل معايا already الزيوت بتاعتها. بعد كده خلاص كده وصلت، حطيت بقية نُص اللفة التاني، وبين كل ورقتين دهنت السمنة مع الزبدة بتوعي. وبعد كده نبدأ نقطّعها بقى قبل ما تدخل الفرن. مشغّلة الفرن بتاعي على أعلى درجة حرارة. هندهنها كده الوش بتاعها وهندخّلها الفرن على أعلى درجة حرارة، يا دوبك 10 دقايق بس تتشمّع تخرج على طول نحط الصوص عليها. هنشوف مع بعض إن أهو دلوقتي بُصّوا، تدهني كده عشان يطلع لونها كده حلو معاكِ. بس كده، هندخّلها بقى الفرن على أعلى درجة حرارة. تعالوا بقى نجهّز على ال10 دقايق دول في الفرن، نجهّز الصوص بتاعنا. جبت بيضاية ورشة فلفل أسود بسيطة كده، رشة ملح بسيطة، ونُص معلقة صغيرة كده من الbaking powder. هو ده اللي بيدّيها التوريقة الحلوة جدًا، ما تنساهاش بجد بتفرق جدًا. والمعلقة الحلوة جدًا معلقة زبادي، معلقة واحدة من الزبادي، وكوباية لبن. قلّبي كلّه تشريبة حلوة جدًا، جدًا. الزبادي بيدّي طراوة من جوّه بيخلّيها عاملة زي الفطير المشلتت بالضبط. أول ما طلعت معايا بعد 10 دقايق هتبدئي تحطّي عليها الصوص بتاعِك ده، وبعد كده ندخّلها الفرن. بس إيه، هنقعد بقى إيه، هزي الصينية كده عشان الصوص يتشرّب في الصينية كلّها. ندخّلها بقى الفرن، مش هتقعد معاكِ 20 دقيقة وهتكون اتحمّرت وزي الفل. بُصّوا بقى طالعة معايا تحفة جدًا، بجد. وعايزة أقول لِك بقى طبعًا إن أنتِ ممكن تستخدمي أي حشوة، ممكن تضيفي بسطرمة، أي جبن عندِك، جبنة موتزاريلا. بس أنا الحشوة اللي أنا قُلتها لِك بسيطة جدًا، وعايزة أقول لِك إن هي بجد طعمها روعة خالص، روعة جدًا. شايفين؟ بجد كانت الريحة بقى بتقلب البيت. مش عايزة أقول لكم على الطعم والجمال، بجد. حابة تضيفي كمان بقدونس مع حشوة الجبن بتبقى حلوة جدًا. رشيت عليها بعد الصوص ما شربتها، رشيت عليها اديتها كده رشة حبة البركة، حبة البركة مع الجبن بتبقى روعة جدًا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بس بالدعم والاشتراك في القناة أو متابعة الصفحة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. كنت مع ابتسام الجبالي، والسلام عليكم ورحمة الله.